تعالي أقول لِك النهارده إزاي تعملي مصنع زبادي في البيت وتحفظي الفيديو عندِك لرمضان علشان هينفعِك أوي الأيام الجاية، وأقول لِك السر اللي يطلع معاكِ كريمي كده ومش عامل شرش على الوش. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو، يالّا نسمي ونصلي على رسول الله. معايا كيلو من اللبن جاموسي ولسه جاي وصابح من عند اللبان. هنا حطيت الكيلو اللبن بتاعي وهابتدي إن أنا أحط عليه أزود عليه كوبايتين كمان من اللبن بالمج الشاي العادي. ليه بقى؟ عشان أنا هاعمل النهارده بالفراولة ونصه سادة، فزودت معاه الكمية شوية. لو انتي مش عايزة تزودي الكمية تكتفي بالكيلو بس مفيش أي مشكلة، هيطلع معاكي كمية كبيرة. أول حاجة كده بنبتدي إن إحنا نغلي اللبن، ولازم في المرحلة دي نغليه كويس وبعد كده نسيبه يبرد خالص تماما. بصوا أنا باوريكم هنا باحط صباعي كده، طبعًا أنا غاسلة إيدي، بس لازم تعملي الحركة دي عشان تشوفيه كده هو دافي والّا لسه سخن. لو صباعك كده استحمل الحرارة يبقى خلاص هو كده تمام. خلّي بالِك أنتِ لو حطيتِ وعملتِ كل الخطوات الجاية كده وهو لسه سخن، ده اللي بيخلّيه يعمل شِرْش معاكِ بعد كده، والخطوة دي مهمة جدًا. مجرد ما تحسي كده إن صباعِك بيستحمل الحرارة بتاعته خلاص هو كده بعد كده تمام. بابتدي إن أنا أشيل الوش بتاعه، القشطة اللي بتبقى على الوش دي، وآخد منها كده مغرفتين في طبق على جنب، وبعد كده هاقسم الكمية بتاعتي دي. هاقسمها ليه؟ عشان هاعمل النهارده زي ما قُلت لكم هاعمل بالفراولة وهاعمل سادة. في الأول كده أنا هاعمل السادة، أنا جبت كده القشطة بتاعتي اللي أنا عينتها كده وعينت معاها مغرفتين من اللبن، وهابتدي كده إن أنا أحط عليها علبة من الزبادي. الكيلو بتاع اللبن هياخد معاكِ علبة من الزبادي، الزبادي السادة. هتبتدي إن أنتِ بالمضرب اليدوي وكده وتفضلي تقلبي بالشكل ده لغاية أمّا تنعم في معاكِ المرحلة دي جدًا. لو عندِك هاند بلندر هيبقى حلو أوي عشان ينعم معاكِ كويس، بس أنتِ لو ما عندكيش هتبتدي بالمضرب اليدوي لغاية أمّا القوام ينعم معاكِ وما يبقاش فيه أي كتل. هتبتدي إن أنتِ بقى تفضّيه على نُص اللبن اللي إحنا قسمناه نُصّين، هتبتدي بقى إن أنتِ تفضّيه بالشكل ده وهتقلبي كويس جدًا معاكِ بالشكل ده. لو أنتِ عايزة تضربيهم في الخلاط ما فيش أي مشكلة. هتبتدي بقى إن أنتِ تجيبي الكوبايات بتاعتِك، وفي الحركة دي بقى أنتِ استخدمي المغرفة أحسن عشان إيه، ما تبتديش إن أنتِ يعني تلحوسي الدنيا حواليكِ كده. أنا جبت أهو المغرفة وحاجة كده زي ليها بوز كده عشان تبتدي إيه، إن أنتِ تفضّي فيها ما تكُبّيش حواليكِ، بالشكل ده. أنا عملت هنا من السادة عملت ما شاء الله 5 كوبايات، بس عايزة أقول لكم بقى الكوباية ما شاء الله يعني كده مليانة. بُصّوا خلاص كده أنا حطيت السادة، هابتدي بقى إن أنا برضه نفس الحكاية هانقص كده مغرفتين من اللبن النُص التاني، وهابتدي إن أنا أجيب هنا عشان نعمل اللي بالفراولة. هاجيب هنا الزبادي بتاعي علبة زبادي بالفراولة. طبعًا بقى عشان تزوّدي النكهة وتخلّي الطعم أحلى وأحلى واللون برضه، أنا جبت باكو من الجيلي الفراولة. أنا مش هاحط بس من الباكو بتاعي غير هي بس معلقة زي ما أنتم شايفين كده، أو معلقة ونُص بكتيره خالص. وهتبتدي بقى إن أنتِ تسكّريه زي ما أنتِ عايزة بقى. أنا حطيت هنا بس نُص معلقة كده من السكر، أو لو على حسب رغبتِك أنتِ بتحبي السكر عامل إزاي. مش حابة تحطي سكر ما فيش أي مشكلة، حابة تحطي زيادة عن كده حطي معلقة كبيرة من السكر. ونفس الكلام هتبتدي إن أنتِ برضه إيه، تقلّبي كويس جدًا بالمضرب أو تعمليهم في الخلاط أو في الهاند بلندر بحيث إن هي كل حاجة يعني تدوب مع بعضها بالشكل ده. وفي المرحلة دي طبعًا هنفضّي كل الكلام بتاعنا ده على نُص اللبن التاني عشان نطلّع بقى بنكهة الفراولة بتاعتنا. بس كده بعد ما قلّبنا كويس جدًا كلّه مع بعضه، هنبتدي بقى إن إحنا نحط في بقية الكوبايات بتاعتنا. برضه خدِت معايا 5 كوبايات كده، بس أنا حطيت هنا في برطمانات صغيّرة، يعني برطمانات صغيّرة وكبيرة زي ما أنتم ملاحظين كده. لو حابة تحطي كده في كوبايات أي كوبايات حابة تحطي في طواجن، حابة تحطي في أطباق، يعني إيه الحاجة المتوفرة عندِك. هتبتدي إن أنتِ كده تمليها، وما شاء الله عايزة أقول لكم يعني حجم الكوباية أو حجم البرطمان بتاعي ما شاء الله كبير. فأنتِ شوفي بقى أنتِ بتشتري العلبة من برّه بتبقى صغيرة خالص، يعني شوفي الكمية اللي هتطلع لِك عاملة إزاي. ما شاء الله موفّر وحاجة كده أنتِ اللي عاملاها. هتبتدي إن أنتِ ترصيهم كلّهم على الصينية، ونجيب بقى مَيّة سخنة بتغلي، ونبتدي إن إحنا نحط هنا المَيّة على بُصّوا نُص كده الكوبايات بتاعتِك، هتملي لغاية النُص الكوبايات، تمام كده. مَيّة بتغلي، يعني لا هنستخدم ماكينة ولا هنحطه في الفرن لأ، هي بس الصينية اللي أنتِ عاملة فيها، وهترصي الكوبايات وتحطي فيها كده مَيّة سخنة بتغلي. هتبتدي بقى إن أنتِ تعملي زي ما قُلت لِك كده وبفوطة، بس الأول كده أنا هاغطّيها. هاغطّي الأطباق الحلوة بتاعتنا دي أو الزبادي بتاعنا ده هاغطّيه الأول بغطا حلة، وبعد كده إيه، هاغطّيه بالفوطة.
بس هنا في خطوة مهمة، لازم تحطي كده معلقتين خل في المَيّة عشان ما تسودلكيش الحلة بتاعتِك، وترجعي كده تتعبي هنا في الغسيل بتاعها عشان ما تسمرش. بُصّوا أنا غطيتها هنا بغطا حلة، وبعد كده غطيتها بفوطة بقى، غطّيها ببطانية، يعني المهم تدفّيها عشان يخمر معاكِ. أنا هنا كنت عاملاه بالليل، وقُمت الصبح لقيته ما شاء الله بقى زي الفل واتماسك معايا وما شاء الله عليه. لا احتاجنا بقى فرن ولا مكنة ولا أي الكلام ده كله. هتبتدي إن أنتِ تخرّجيه بالشكل ده أنا حطيته عندي هنا بعد ما خرجته من المَيّة، حطيته في التلاجة ساعة كده عقبال ما اتماسك معايا شوية، وبعد كده وريته لكم أهو. شايفين ما شاء الله القوام بتاعه عامل إزاي، لا عامل شرش ولا عامل أي حاجة ولا فيه غلطة، أحلى من الشركات عايزة أقول لكم بكتير. كده كريمي من جوّه ومتماسك وزي الفل، اعمليه إن شاء الله وهيعجبِك أوي. عايزة أقول لكم اللي بالفراولة لو أي نكهة أنتِ عايزاها بدل الجيلي ممكن تستخدمي هنا كريم شانتيه بطعم الفراولة، ممكن تحطي شربات بطعم الفراولة، يعني عندِك كذا نكهة كده. ممكن تحطي برضه آيس كريم بتتجاب كده برضه من عند أي محل، آيس كريم برضه بالفراولة. وهتحطي برضه زي ما عملنا الخطوات بتاعتنا، شايفين ما شاء الله اللي بالفراولة والسادة عامل إزاي، متماسك كده وزي العسل. احفظي بقى الفيديو عندِك عشان هينفعِك أوي لسحور رمضان، وإن شاء الله تطلّعي أحلى زبادي، أحلى من برّه بكتير. شايفين قد إيه إن هو كريمي كده وعايزة أقول لكم القشطة بتاعته طعمها حلو وغني كده وكريمي ما شاء الله، ولا عامل شرش ولا عامل أي حاجة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تبخلوش عليَّ بلايكاتكم الحلوة ودعمكم اللي دايمًا بيشجعني عشان أنزل لكم فيديوهات تانية. اعملوا شير كتير مع أصحابكم، واعملوا متابعة للصفحة، واشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.